تقدر تقول كده يا برنس يا غالي يا ابن الغاليين، بقى عندنا مهاجم. النادي الاهلي يا برنس خلاص خلصنا في وسام ابو علي، واقول لك يا برنس على التفاصيل اللي حصلت والرتوش الاخيره اللي حصلت في صفقة وسام ابو علي وانتقاله الى النادي الاهلي. وبرضه هنتكلم في حلقة النهاردة على الثنائي اللي ماشي من نادي الزمالك وهينتقل الى البنك الاهلي، وكولر طالب مدافع جديد للنادي الاهلي لازم يجي في يناير دوت يا برنس. وبرضه هنتكلم على تصريح محمد شريف ماشي. ولكن في البداية كده اللايك بقى، اللايك كده يعني انت وذوقك تنسى تعمل اللايك بتاعك. عاوزين نوصل ل 100 لايك في خلال 3 ساعات يا برنس، 100 لايك باذن الله. ماشي، نبدا بقى الحلقه وتصلي على سيدنا محمد ونقول بقى بسم الله. وسام ابو علي، وسام ابو علي من ساعه ما ظهر اسمه على الساحه وانتقاله الى النادي الاهلي كل الانظار راحت اليه، كل الانظار بصينا عليه، مفيش حد كان يعرفه. ولكن لما بصينا عليه لقينا مهاجم سنه صغير، مهاجم كويس جدا، مهاجم سريع، بيلعب برجله الاتنين، بيلعب بدماغه كويس جدا، مهاجم فيه كل المواصفات انك تعوزه في النادي الاهلي. وكمان عنده يعني ايه الجنسيتين، ان هو معاه الجنسيه الدنماركيه ومعاه الجنسيه الفلسطينيه. فانت بتتكلم ان لاعب زي دوت هتأيده في القائمه بتاعتك كلاعب مصري، كلاعب مصري، مش هتأيده كلاعب اجنبي. يعني هو كلاعب اجنبي ولكن هتأيد كمصري، فانت كده هتستفاد منه. ماشي، دي اول ميزه، دي اول ميزه في الموضوع. هو كلاعب لعيب كوره، هو كلاعب، والناس اللي ما اتفرجتش على الفيديوهات بتاعته فاتتها كتير، لان لاعب زي دوت تقعد تتفرج عليه كده وتمتع عينيك وانت بتتفرج. لعيب بيمتلك السرعه زي ما قلت لك والمهاره كل الكلام ده، ولعيب الميزه اللي فيه وهي دي الميزه اللي احنا محتاجينها، ان هو بيلعب بدماغه كويس جدا جدا جدا، وهي دي الميزه. ولكن هو انت لو جيت بصيت مثلا ايه، لو حبيت اجيب لك مثل لعيب في الاهلي او كان لعيب في الاهلي وزيه، هو محمد شريف. هو لعيب يعني كوبي بيست زي محمد شريف، ولكن هو يتفوق على محمد شريف ان هو بيلعب بدماغه كويس جدا جدا. هو من اللعيبه، وسام ابو علي من اللعيبه اللي هي بتقدر ان هي تنزل بره ال 18، ان هو بيتحرك على الاطراف كويس جدا، بيفتح لنفسه مساحه، بيفتح لنفسه زاويه تسديد كويسه جدا، بيعرف يسدد برجله اليمين برجله الشمال. لعيب عنده كل المواصفات ديت يا برنس. محمد شريف كان عنده كل القصه دي، بيعرف يتحرك وبيلعب برجله الشمال وبرجله اليمين، ولكن كانت ناقصه محمد شريف ان هو يلعب بدماغه كويس. ولكن وسام ابو علي مش المهاجم الصندوق، مش المهاجم اللي هو التسعه الصريح، ولكن هو بيعرف يعمل التسعه الصريح ديت صح الصح يا باشا. ولكن هو بيتحرك على الاطراف كويس جدا، مهاجم اللي هو متحرك، اللي هو حرك كده مش ثابت، وده يقدر يفيد النادي الاهلي في سنوات جايه كتير كتير يا برنس. ولكن ده مش الموضوع، ولكن قلت ايه، اقول لك شويه فنيات عليه. الموضوع ان طلعت الصحافه السويديه بتاكد لك النهارده ان خلاص انتهى كل شيء ما بين وسام ابو علي وما بين النادي السويدي وما بين النادي الاهلي المصري، والصفقه تمت رسمي. ولكن النادي الاهلي قدر ان هو في ايه قصه ايه الفلوس. ان هي كانت الازمه في فيديو امبارح او الصبح لما جيت قلت لك ان الموضوع كله واقف ناحيه قصه الفلوس. والقصه ديت يا برنس كانت ايه معصلجه مع النادي الاهلي، انك عارف ان احنا عندنا في مصر في ازمه في موضوع الدولار. فوسام ابو علي كان كل حاجه موافق، النادي موافق وده موافق وده كله موافق، لكن كان قصه الفلوس وازاي تدفع الفلوس. بعد ما تدخلت انديه تانية في انضمام وسام ابو علي فالسعر زاد على النادي الاهلي والسعر كبر، ولكن النادي الاهلي قدر ان هو يحسم السعر نهائيا بمقابل، يعني في ناس تقول لك 2 مليون وناس تقول لك 1,600,000 وناس تقول لك 1,700,000، ولكن هو من 1,500,000 ل 2 مليون. يعني هو في الرينج ده، هو في الرينج ده. بتوع بره بيقول لك 2 مليون، بتوع هنا في مصر يقول لك 1,600,000 1,700,000. فانا يعني من كميه المصادر وكميه الناس اللي بتقول لك سعر وسام ابو علي، فسعر وسام ابو علي تقدر تقول انت بقى ايه من 1,500,000 ل 2 مليون. هو في الرينج ده، هو في الرينج ده ماشي. يعني ده مش قصتنا. هو هياخد مع النادي الاهلي كام؟ هو هياخد مع النادي الاهلي $1,000,000، يعني هياخد في الموسم $1,000,000 في الموسم الواحد. وسام ابو علي بيقترب خلاص، انتهى كل شيء، وينتظر النهارده او بكره حسب ما انت بتشوف فيه الفيديو ده، وسام ابو علي هيوصل الى القاهره عشان يتعمل له الكشف الطبي ويطمنوا عليه ان هو سليم بنسبه 100% من الناحيه الطبيه
كده يا برنس هيتم الاعلان عن صفقه وسام ابو علي وانضمامه الى النادي الاهلي خلال كام يوم، يعني بعد بكره او بعده. يعني النهارده بيقول لك بعد بكره او بعده عشان تبقى فاهم. يعني مثلا بكره مثلا الحد، ممكن الاثنين او الثلاث او الاربع بالكتير قوي، وهيتم الاعلان عن صفقه وسام ابو علي باذن الله في النادي الاهلي. الصفقه المنتظره ان كولر مراهن عليه، ان كولر محتاج المهاجم اللي هو يقدر يترجم كل الهجمات ويترجم كل الفرص اللي كانت بتيجي في المباريات اللي فاتت، ويقدر ان وسام ابو علي يقدر يسجلها. ان وسام ابو علي كولر هيعتمد عليه بشكل رئيسي، ان هو ده المهاجم اللي محتاجه. هنشوف بقى وهيكون في ايه، منافسه قويه جدا ما بين موديست، ما بين كهربا، ما بين وسام ابو علي، والاهلي بيقترب ان هو يتعاقد مع مهاجم تاني، ولسه في كلام في قصه المهاجم التاني، لمهاجم افريقي هيكون تحت السن، لمهاجم مصري برضه هيتأيد. لسه في كلام في الموضوع بتاع المهاجم، لان النادي الاهلي محتاج في ايه قصه المهاجمين دي، محتاج اتنين او واحد يكونوا تقال جدا جدا. ماشي، دي قصه المهاجم. اما قصه المدافع اللي طالبه كولر محتاج مدافع، وطلب من لجنه التخطيط وطلب من كابتن الخطيب ان هو محتاج مدافع في يناير. فانت لو جيت بصيت كده وفهمت القصه من بره، ان محمود متولي بيقترب من الرحيل، انك لو جيت بصيت على خط دفاع النادي الاهلي بالذات قلوب الدفاع، عندك مين؟ عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمود متولي، رامي ربيعه، عندك خالد عبد الفتاح بيلعبها، فعندك معظم دول ومحمود متولي. فانت مين الثابت جنب محمد عبد المنعم؟ فجاه تلاقي ياسر ابراهيم، فجاه تلاقي رامي ربيعه، فجاه تلاقي محمود متولي. وكولر كان في البدايه معتمد على محمود متولي ومحمد عبد المنعم، ولكن متولي اصاباته كترت. متولي لاعب ظلمته الاصابات، لاعب اتظلم حرفيا بسبب الاصابات اللي جات له. فكولر مع لجنه التخطيط هو قال لهم انا محتاج مدافع، انك داخل على كميه مباريات كتيره جدا جدا بعد افريقيا، هتعد مباريات كتيره جدا. فهو خايف لا يحصل حاجه في موضوع دفاع النادي الاهلي بسبب اصابات متولي الكتيره، بسبب برضه ان رامي ربيعه بيتصاب كتير، وبسبب ياسر ابراهيم. فانت بتتكلم ان عبد المنعم ان شاء الله ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عنه اي حاجه وحشه. فباذن الله ان النادي الاهلي بيقترب في التعاقد مع مهاجم في يناير. هل بقى هيجيبوا مغربي؟ هل بقى هيرجعوا رشدان؟ هل هيجيبوا مين تاني يا رب من مدافعين النادي الاهلي؟ برضو يعني في كذا ناشئ من النادي الاهلي طالعين اعاره، سواء لسموحه او سواء للبنك الاهلي. في كذا نادي طالعين ليهم مدافعين النادي الاهلي، طالعين اعارات من النادي الاهلي في المدافعين. والاهلي يقترب انه ممكن يجيب اعاره، يقطع اعاره مدافع من المدافعين دولت، ان هم يجيبهم في النادي الاهلي في يناير الحالي يا برنس. دي قصه المدافع، والاهلي فعليا محتاج مدافع يجي جنب عبد المنعم، وربنا يبعد يعني الاصابات على عبد المنعم في بطوله افريقيا. الموضوع اللي بعده رحيل ثنائي النادي الزمالك الى البنك الاهلي. هما مين؟ عبد الغني وناصر منسي. الاثنين بيقتربوا بنسبه 100% من انتقالهم من نادي الزمالك الى النادي البنك الاهلي. الاثنين جاي لهم العرض، يعني كل واحد مثلا هيشتروه، الاثنين دولت البنك الاهلي هيشتريهم من نادي الزمالك في قصه مثلا 25 26 مليون جنيه، وياخدوا الاثنين دولت من النادي الزمالك. عبد الغني مستواه الفترة اللي فاتت والأخيرة وكل حاجة مع نادي الزمالك سيئة جدا، سيئة جدا جدا جدا. ونادي الزمالك في الفترة الحالية في يناير أنا قلتها لك إن هو نادي الزمالك بيبني فريق، فلازم لما تيجي تبني فريق تبني صح. لازم بقى تنظف القديم وتبدأ تعلى إيه بالجديد على النظافة. فعندك عبد الغني من ضمن الناس اللي ماشية خلاص رسميا، وناصر منسي اللي جه في يناير اللي فات وهيمشي في يناير ده. واحد ما قدمش اي حاجه مع نادي الزمالك، ما تفهمش ان اسوريو ظلمه ولا هو اللي ظلم نفسه، ما تفهمش قصه، ولكن الكيمياء ما كانتش راكبه مع ناصر منسي ونادي الزمالك، الكيمياء ما كانتش راكبه خالص. فعشان كده بيقترب الاثنين، اقترب رسميا الاثنين الى البنك الاهلي بمقابل 25 الى 26 مليون جنيه. اما تصريح محمد شريف ده اللي جامد. محمد شريف امبارح كان طالع على MBC مصر مع مهيب عبد الهادي، فبيسالوا مهيب عبد الهادي على قصه انضمام محمد شريف الى نادي الزمالك والكلام ده كله. فمحمد شريف قال له صعب جدا جدا ان انا انضم الى نادي الزمالك
وصعب جدا ان انا انضم، ولكن انا سني خلاص يعني داخل في اواخر العشرينات، فانا لما انضم النادي الزمالك وليا ذكريات حلوه مع النادي الاهلي، صعب قوي ان انا اهدم كل ده عشان اروح نادي الزمالك. فانا اسمي كمحمد شريف مرتبط مع النادي الاهلي بذكريات حلوه بتاريخ حلوه وكل الكلام ده كله، فصعب جدا ان انا انتقل الى نادي الزمالك في الوقت الحالي خالص، ولا فيما بعد. حتى لو جيت من السعوديه لمصر صعب جدا ان انا العب في نادي الزمالك حتى لو النادي الاهلي مش عاوزني، فصعب جدا. فتقول كده ان محمد شريف ممكن ينتقل الى احد الانديه التانيه في الدوري المصري لو النادي الخليج سابه بتاع الدوري السعودي. بس كده يا برنس، ده حلقه النهارده بسيطه كده ولذيذه. ما تنساش اللايك بتاعك يا برنس واشتراكك في القناه وفعل زر الجرس وصلي على سيدنا محمد والسلام. ما تنساش اللايك. سلام.